بنصور على الناس الرايقة، وحلقة جديدة من غير تيمبو. الحلقة دي هتتكلم عن رامي دونجوان. رامي دونجوان رابر مصري من اسكندرية، مات من 5 سنين سنة 2021. هو مواليد 88. رامي زيه زي رابرز كتير من اللي كانوا موجودين في الموجة الأولى. مش هقول الجيل الأول، هقولك الموجة الأولى. الموجة الأولى اللي هي بدأت من أواخر التسعينات، بدأت مع بداية ظهور الراب في مصر لحد مثلا 2010 2011، لحد ما وصلنا للثورة اللي عملها أبو يوسف. الدونجوان ظهر تقريبا سنة 2007. أنا عرفته من أغنية اسمها سألت نفسي في يوم. هو كان اتواصل معايا وقال لي إن هو يعني عايز يخش في الموضوع وعمل الأغنية دي والأغنية عجبتني جدا بسبب الكلمات. أنا بعتقد إن الدونجوان واحد من اهم الناس اللي كتبوا ليركس يعني في منظومه الراب في مصر في الموجه الاولى. مش عايز اظلم حد ان انا اقارنه بكل الناس في المطلق. يمكن يكون هيسيطر عليا نوع من انعدام الحياد وفي انحياز عاطفي، فاهم ازاي؟ لانه برضو احنا كنا في علاقه صداقه قويه جدا. هو ما عادش موجود معانا دلوقتي، والعمليه دي انا بعتبرها خساره فادحه للفن بصراحه يعني. لان هو كان عنده حاجات كتير قوي كنا محتاجين ان احنا نكتشفها. بس هو يعني كان عنده مشكلة متعلقة بالبرفكشن. يعني لازم يبقى راضي عن العمل 100%، ودي حاجة أصلا مستحيلة. يعني أنا شخصيا ما ببقاش راضي عن أي حاجة بعملها 100%. يعني أقصى حاجة وصلت لها ممكن تبقى 90 91%، بس في حاجات ممكن تبقى راضي عنها 80%، 85%، 70%. فاللي هو عادي، مفيش حاجة بشوف ان انت هتقدر تبقى راضي عنها بنسبة 100%، اللي هي مسألة مستحيلة اصلا يعني. رامي بقى كان عنده الازمة دي، وده ادى لان في حاجات كتير جدا عظيمة جدا احسن من اللي نزل ما نزلش موجود عندنا. طبعا الموضوع مش هينزل لان طبعا احنا هو ما كانش موافق الحاجات دي تنزل، فانا اكيد هحافظ على هذا الامر يعني. فهو كان شخصية يعني هو ما كانش سعيد في حياته خالص الحقيقة، وده كان بيظهر في الاغاني. في بعض الأحيان ممكن تبص للموضوع من منظور براجماتي بحت، ميكافيلي. ان انت مثلا تقول يمكن لو كان انسان سعيد في حياته ما كناش سمعنا الروائع دي الحقيقه يعني. ده من منظور اللي هو زي ما قلت لك منظور ايه نفعي، لو هتحايد الانسانيه على جنب. آه، انا بشوف ان هو كان عنده قدره كمان على التطور. اعتقد هو رامي لو كان يعني اهتم اكتر بانه يشيل قصة البرفكشن دي ويقول ينزل الحاجة اللي هي اوريدي كويسة وخلاص. هو كان بدأ يواكب ما يحدث، يعني كان بدأ يخش على النيو ويف وعلى التراب والنيو سكول والحاجات دي، وكان بيعملها بشكل مختلف تماما عن الناس الموجودين دلوقتي، وما تحسش انه حد من الموجة الأولى خالص يعني. وده حصل، هو عمل ده يعني. فدون جوان انا بعتبره زيه زي ناس كتير ما لم يحصل على ما يستحق يعني على انه يتعرف يعني. يعني يعني في ناس من الجيل الاول كانوا مثلا عايزين يوصلوا للفلوس، انه يعمل فلوس من المزيكا، انه في ناس تانية بتبقى عايزه بس ان انت حتى بس اللي انا بعمله ده يتسمع بس. يعني انت بالنسبه لك الفيدباك بتاع المستمع هو ده الوقود اللي بيخليك تشتغل تاني. يعني انت مثلا ما تقف على مسرح بلا جمهور، ما اعتقدش ان انت هتطلع تعرض تاني يعني والصاله فاضيه. آه بعد 5 سنين من رحيل رامي انا هفضل اتكلم عنه طبعا. كل فترة هرجع اتكلم عنه، انا ما بشوفش حد بيتكلم عنه خالص، وبشوف انه يستاهل الناس تتكلم عنه. وهفضل اقول اسمه في اغنية، وهتفضل سيرته بتذكر في بوستاتي ايا كان بقى المنصة اللي انا بستخدمها على السوشيال ميديا. فربنا يرحم الدون جوان، ويا رب يكون في الجنة.
ودون جوان من اهم الرابرز اللي كانوا في الموجة الاولى، ومن اهم الناس اللي مسكت قلم في السين. فاحلى تحية للدون جوان، واشوفكم الحلقة الجاية.